السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أريد أن أشكر المستمعين، وأريد أن أعرفهم على الشخص الذي يتكلم الآن. هو عز الدين أبو العز كما يسمى أو يلقب. المهم، نحن الآن سنبدأ في حلقة جديدة أولى كما أعتبرها أنا، وهذه الحلقة ستكون عبارة عن مقدمة فقط لأعرف هل سينجح هذا المشروع الصغير أم لا. وفي هذه الحلقة سأتكلم عن نصائح مفيدة لكي تطور ذاتك وتنفع ذاتك وكي تكون شخص إيجابي في المجتمع. هناك 16 نصيحة، وهذه 16 نصيحة يجب أن تفهمها وأن تعرفها، ويجب أيضا أن تعمل بها. المهم، لكي تكون ناجحا في حياتك يجب عليك اتخاذها، ولتكسب أقرب الناس إليك اتبع هذه النصائح التي سأقدمها لك الآن. لن أطول عليكم وسأبدأ بالنصيحة الأولى. أولا، لا تنفعل، فإن الانفعال يطفئ مصباح العقل. ثانيا، لا تكن لواما للظروف والآخرين، لأنك بذلك تعطيهم القوة الحقيقية التي تقهرك. ما معنى هذا؟ يعني يجب عليك أن تحمد الله على كل شيء، لأن الله قد يكون اختبرك، أو قد تكون هذه المشكلة التي وقعت فيها هي فقط امتحان من عند الله سبحانه وتعالى. ثالثا، من الذكاء أن أكون غبيا بعض الوقت. يعني مثلا جئت أنا أسبك بطريقة غير مباشرة. شنو هو الدور ديالك نتايا؟ يعني هو أنك تقوم بتجنب هذا السب، وأن تكون إيجابيا وتتغابى عن هذا التصرف. رابعا، احذر فجوة التوقعات، من يهمك أمرهم واجتهد في سبيل تلبيتها. خامسا، اجتهد في سبيل أن تكون شخصيتك مقبولة. أولا، يجب عليك أنت تكون بنفسك تقبل شخصيتك وتحب نفسك، لا يهمك غيرك، يعني أنت اهتم فقط بنفسك. سادسا، المرونة والديناميكية مع مختلف أنماط السلوكية، يعني أن تكون إيجابيا مع أي سلوك سواء كان سلبي أو إيجابي. سابعا، لا يوجد نجاح بدون كفاح، ولا يوجد إنجازات بدون تضحيات. التضحية واجبة أخي المسلم وأختي المسلمة. لازم أنك تضحي لأجل أن تصل وتكون في المرتبة التي أنت تريدها. ثامنا، التعامل مع الآخرين بتفاؤل وبشاشة، وقد ذكرتها سابقا، يعني تجنب السب، تجنب المشادات والعنف. كن إيجابيا، كن مبتسما دائما، احتفظ بهدوئك وتحكم في انفعالاتك في المواقف الحرجة. عاشرا، استمتع بالشعور بالراحة والاسترخاء عند حدوث أي مشكلة كيفما كانت. استخدم 11، استخدم ذكائك في تحليل وتفسير المعلومات التي تحصل عليها. يعني أي معلومة وأي خبر يأتيك يجب عليك أن تكون متيقنا به 100%، لأن الله رزقك عقلا تفكر به، ولا يجب عنك أن تنساق وراء الأكاذيب التي لا تنفع ولا تضر، بل في بعض الأحيان قد تضر. عفوا.